بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده باكل البيت. هنعمل اكله صبحه واحسن من بتاعه المطاعم مليون مره. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا هنسمي على رسولنا وهندعي لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع الارض، ربنا ينصرهم ويراضي خواطرهم. اللهم امين، وتقبل مننا وكل سنه وكل اخواتي المسيحيين بكل خير يا رب العالمين، وكل سنه والشعب العربي والشعب الاسلامي كله بخير، وسنه سعيده علينا وعلى الامه الاسلاميه. ربنا يجعلها سنه التفاؤل والفلاح والنجاح في كل حاجه يا رب، وكل واحد بيتمنى حاجه ربنا يحققها له. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو بتاعي. قبل ما نخش على الفيديو، لو اول مره تتفرجوا عليا، انا اسمي ناهد ودي قناتي. يشرفنا اشتراككم، ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعاراتنا بكل جديد بننزله. ويلا نخش على الفيديو بتاعنا. معايا لحمه كانت بايته عندي او ولادي مش راضيين ياكلوها، قلت اغير منها شويه او اعملها زي بتاعه المطاعم، عيالي يحسوا ان هي حاجه جديده عليهم ان هم هياكلوها. زي ما انتم شايفين كده معايا علبة زبادي، قطعت اللحمة بتاعتي مكعبات وركنتها على جنب. معايا علبة زبادي نزلت عليها بمعلقة من المستردة ودبس الرمان، ونزلت عليها بمعلقة جنزبيل صغيرة، ونزلت عليها بمعلقة من الكركم، ونزلت عليها بمعلقة من 7 توابل وفلفل أسمر وملح. ما ننساش الملح بتاعنا. وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض او اضربهم مع بعض بمعلقة، وهاخد منهم معلقة على جنب، وهننزل اللحمة بتاعتي وهأدلها تقليبة حلوة كده وهركنها على جنب. ومعايا كده على الطاسة زي ما انتم شايفين كده معلقتين من الزبدة هسيحهم، وهنزل باللحمة بتاعتي بالصوص بكله، وههدي عليها النار وهسيبها مع نفسها. هتطلع بالقمر اللي انتم شايفينه دوت. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده ههدي النار وهسيبها تستوي براحتها خالص. زي ما انتم شايفين كده كل ما هنقلب فيها من تحت لفوق كده هتاخد لون، والصوص بتاعي هيديلها طعم وهتشرب من التتبيله اللي احنا عملناها لها. ما ننساش انا عامله في التتبيله بتاعتي معلقه توم صغيره تديلها ريحه وطعم حلو قوي. هنزل بنفس الطاسه بمعلقتين من الزبده وهسيبهم يسيحوا حلو قوي. هنزل عليهم بمعلقه من الصلصه عشان نعمل الصوص بتاعنا اللي هنحطه على اللحمة وعلى الرز وهيديلنا طعم حلو قوي. معايا كوباية من الحليب كبيرة، هنزل عليها بمعلقة من الدقيق او النشا، او ممكن نستبدلهم بكريمة لباني زي ما انتم شايفين كده، هتديلها طعم ونكهة حلوة قوي، او بمعلقتين من القشطة على الحليب وهتديلنا برضو نكهة حلوة قوي، طعم حلو. هنزل بالحليب والدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين كده على الصلصة بتاعتي، وهفضل اقلب لغاية اما القوام بتاعي احس ان هو تقل شوية. وما ننساش من المعلقة بتاعت الصوص اللي احنا عملناها للحمة هننزلها عليه علشان تطعم لي الصوص بتاعه وتديله طعم حلو قوي وريحة حلوة. هفضل اقلب لغاية اما يطلع بالقمر اللي انتوا شايفينه ده. كل ما هنقلب هيتقل معايا، انا مش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف قوي. ما ننساش رشة الملح والتتبيلة اللي احنا حطيناها على الصوص بتاعنا، احنا مبهرينها بالبهارات بتاعتنا، عليها توابلها زي ما انتوا شايفين كده. غلا هننزل بيه معايا رز ابيض، الوصفة دي هتبقى حلوة قوي مع الرز الابيض. هنزل بقطعة من اللحمة كده على وش الرز، وهنزل بحبة من الصوص كده. شايفين ما شاء الله على الجمال، تحفة بجد. ربنا يحسن ما بين ايدينا بجد. الاكلة دي هايلة. ما تنسوناش باللايك علشان الكل يستفاد من الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، محدش يتخيل ان الاكلة ديت معمولة من اكلة بايتة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، بألف هنا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.